لطفي الكبير، خواتنا في المغرب متغشين منك برشا، غاضبين عليك برشا، هذه حقيقة يلزمني نقولها لك. شككت في المنتخب المغربي العتيد، حطيته ما يمشيش بعيد. اليوم يظهر لي إذا كان عندك فرصة منتخب يربح 3 بلاش كما قال سي عبد المجيد اورسيجي بريمير ميطان، زيم ميطان 3 بلاش، منتخب باش يواجه فرنسا وقادر باش يربح فرنسا. يظهر لي كان عندك الجرأة تنجم تعتذر من اخواتنا المغاربه، ومن بعد نعطيك شنو تحب تقول بخصوص المباراة. لا ما نتصورش انه يلزمني نعتذر، لان في كل الحالات عندي المقاييس بتاعي والمعايير اللي حكيت بهم. لكن برسمك يا لطفي ما يصيرش ما تقول صاحبي شبيه كبش فيا يا ودي، ما راهو قوة كي تعتذر. لا لأنك قلت لي لا أنا مقاييس تحكي عليها جمعية تفتخ في الناس على بعضها وتقول لي مقاييس. مش هذا المقصود. أنا مش نقصد اللي كان يطلب اعتذار بالطبيعة في كل الحالات نعتذر، لكن بهذا بالذات مازال المنتخب المغربي الحقيقة أنا شخصيا نجم نكون غلط، مازال ما قنعنيش 100%، والامتحان الجاي ضد فرنسا يورينا بالفعل هل أسكن المنتخب المغربي قادر. ما احنا نحكيو على مشي أكثر، يعني مش للنهائي وممكن يفوز بالكأس العالم، لأنه بالنسبة للمنتخب المغربي نصف النهائي ولا شكون قال لك فرنسا تنجم تتعدى؟ لا مش مازالت متشوهه ما تلعبش. ما قلتش يعني، لكن انا قلت اول امتحان جدي للمنتخب المغربي هو مقابل فرنسا. كمان يعني بالنسبه للمغاربه والمنتخب المغربي النصف النهائي موش انجاز لانه وصلوا له، لكن تو احنا اللي كان بالفعل نقولوا عمل انجاز في الكاس هذه يا يوصل الفينال يا يهزها، ولهذا اول امتحان جدي هو مقابلته مع فرنسا، لانه قبل منتخب الفرنسي المقابله هذه المقابلات اللي تجاوزهم سامحني هي سباق موانع، يعني كورس هي يعني ابار مقابله البرازيل، والبرازيل سامحوني ماهيش في المستوى العادي نتاعها، ما ريناش مقابله اللي ابهر بها. معناها خليه سي صالح خليه تفضل واصل. حتى هولندا واصل اطروحه. هولندا من المغرب ما با دوميني، يعني كما تقول انت مشات للبنالتيات 74% كمال خليه عايش خويا كمال من فضلك خليه. شوف نحب نقول ان النجاح نتاع المنتخب المغربي هو المشكله اللي احنا عندنا، لان احنا بصراحه معناها نحكي على مستوى تونس هي حكايه عقليه وحكايه معنويه، احنا ما تعودناش بالانتصارات. خلى البار نتاعنا تونس نحكي على المغرب مش نمشي للمغرب لانه هما لطفي نعم برسمك لا خلينا نعمل شرب ماء. تعرفش علاش دوختني صدمتني. تعرف تحكي سامحني باش تسمي جمعيه، خلينا نسمي بلادي حتى كان تغشوا عليه، كاينك تحكي على اتحاد سلينا يلعب في المونديال. مش امان المغرب بالروندمون هذا بالروح هذيا بالروح القتاليه وما قنعكش، شكون باش يقنعك؟ البرازيل شككت فيها مش في افضل حالاتها، معناها المنتخب المغربي ايش تحب تقول؟ قول حقه ما ترشحش المونديال. لا صعب، خاطر نحطوا له في اطار ورا المقارنه والحكم نحطوه في اطار. انا ما قلتش رديتها مش جمعيه ولا جمعيه معناها ما نعتبروش بها، انا نري نحكي على المستوى المغربي بالنسبه للمنتخب المغربي ما قنعكش لا مازال قلت لك مازال ما قنعكش. لا مازال المقابله الجديه والامتحان الجدي مازال قدام. انا كنت نتمنى حاجه يا رب ان شاء الله يوفق المغرب وتهز كاس العالم ونسهلك بعد كاس العالم. انا متاكد باش تقول لي المغرب ما قنعنيش. لا سامحني صح، لا مش هزه على كل فرصه مش تهز عليه صلى تهز يا رب. لا مش سامحني كمان ان شاء الله المغرب تهز كاس العالم. عليه ان شاء الله سامحني كمان عليه ان شاء الله ما تهزهاش. لا مش قلت ان شاء الله قلت ما تهزهاش، قلت مش تهز. وانا نقول لك المغرب قادره باش تتجاوز فرنسا وقادره باش تهز كاس العالم. ماتر كمان بخرج لطفي نحب نسالك سؤال، سمعت زلاتان وغوارديولا اش حكاوا بعد مباراه هولندا على المغرب؟ رايهم معناتها هما قطعهم المغرب وانت لا؟ انا مانيش سامحني هذاك راي المتواضع، يعني شخص متواضع اعطيت رايي، لكن مش معناها هما كيما نقولوا لازم خلي يكمل عاد كمال، خلي يكمل كمال. لا معناتها غدوه انت يجي طبيب جراح تقول ما قنعنيش. لا انت قلت لي زلاتان ولا غوارديولا قال رايه، معناها مانيش قطيع. كي يحضر ما يغيب التيمم، مش حكايه قطيع، كي يحضر ما يغيب التيمم. لا ماكش في مستوى زلاتان وابراهيموفيتش ما قلتش مستوى. كي هما يقولوا لك ولا علي الكعبي يقول لك استاذ نجم نكون رايي. انا وقتي علي الكعبي يحكي فنيا نسكت، وقتي جوبانتيني يحكي نسكت، وقتي مروان يحكي نسكت، لكن مش كان زلاتان ماهوش دوماني يتبع. لا يلزمك تتبع هذاك عليك انت مش لا انت تتبع القانون والمنطق، قانون البشريه وقانون الانسانيه يقول لك تتبع. انت سامحني انت بالمنطق نتاعك مستعد تعاند طبيب وتعاند فايله معناتها عالم ذره وتدخل معاه في نقاش تقول له راك الانسان ينجم يخطئ. معناتها انت مستعد تعال عالم ذره تقول له لا كشخص يعيش يزي لطفي عايش خويا يزي يطلع في المال الصعده المروف ما قنعكش. يا استاذ كل انسان عنده راي ولا هم كل واحد رايك محترم. حتى انا نقول النهار فيه انا ناكد لك انا رايي النهار فيه 22 ساعه انا مش 24. هاي سيدي كمال انا ناكد لك انت راك تحطيت في الليست نوار
تواصل في الطريق هذاك انت في الليست نوار ليست نوار. هيا مجد. لا تو هو احنا نحترموا راي لطفي، لو كل واحد نحترموه، عنده راي حر. اما لا وقت تقول المنتخب المغربي مازال ما لعبش مقابلات جديه. لعب البرازيل امتحان جدي ما نقولش البرازيل مش البرازيل مش النيفو العادي تاع البرازيل هكا الى دوميني البرازيل ومش غفص هولندا. معناها هذوما زوز معناتها منتخبات عالميه. وربح كندا في بلاد. فهمني خلي كندا سكون زون. شوف المغرب كيفاش تلعب مع البرازيل ند بالند وبهذيك الثقه ليليغونس. هولندا خلي كمل عاد لطفي عاش خويا خلي هولندا هي لطفي اللي ناسيون دو فوتبول 4 خلقته هي والجو فونسيف وكل شيء. المنتخب المغربي رجع هولندا تدافع. اوكي سؤال دونك هذوما لا حبيت نقول لك هذوما مقابلات جديه. اليوم ما عملش بون ميتون زي ميتون رجعت. مي المنتخب المغربي معناتها قيمه ثابته كبيره برشا. ما يجوش ما تقولش ما قنعنيش ديجا دو ماتش دي ريفيرونس قلت لك عليهم. اوكي انت اعتبرت مقابله البرازيل ومقابله هولندا مقابله ريفيرونس ومقابله جديه هكا ولا؟ نسالك سؤال، هل انك انت ترشح المنتخب البرازيلي ولا الهولندي باش يهز كاس العالم؟ باش؟ يهز كاس العالم. ينجم حسب رايك انت ينجم واحد منهم هولندا ولا البرازيل تنجم تهز كاس العالم؟ شنو هو المانع؟ لا خلي يجاوبني البرازيل ولا هولندا؟ اي انت مقياسك هو فوز بكاس العالم. برازيل انت هولندا تساوي انت هولندا كما تحكي مع المغرب. لا كي شفتهم لعبوا هولندا كما تحكي مع المغرب تتعدى مع اي فريق. لا خلينا المغرب ما نجمش تعدى. خلينا نساو مقابله المغرب هولندا والبرازيل بالنسبه لك انت تنجم انت كيف شفتهم يلعبوا ترشحهم ياخذوا كاس العالم؟ اكيد انا اليوم نرشح المغرب قبل ما هم تهز كاس العالم. اي لا خاطر قال محمد مش حاب نقول سي صاحبي مقابله المغرب مع البرازيل ومقابله مع هولندا اعتبر امتحان جدي. قلت له انك بالمقارنه مع فرنسا واسبانيا معناتها ما مش مقارنه مع اسبانيا وفرنسا المغرب قادره باش تهز كاس العالم. خلينا نعطيك مختار دبوس بروانتاج البارح كان حاضر معنا قال انا كي خرجت تونس ماذا بيا لا تمشي الجزائر ولا المغرب القدام. اليوم المغرب يؤكد انه فعلا منتخب قوي برشا ومنتخب قادر باش يتنافس على اللقب. ترى المنتخب المغربي باش يلقى قدامه فرنسا تو، هل يمكن ان يعيد نفس السيناريو ونشوفوه يمشي للنصف النهائي؟ عادي جدا. اليوم كما قال لك سمع معناتها مجده في الحصه الفارطه قال لك يكسب ثقه ويكسب الخبره معناتها نتاع الكاس العالم. المغرب في كاس العالم هذا الناس كل تكهنت له باش يكون في النصف النهائي باش يتعاود السيناريو نتاع قطر. انت نحكي مع مروان تاج. لا فرحان عليه كيف انا فيك فرحان ولا مش فرحان؟ لا فرحان خلينا نقولوها بصراحه. الله غالب اليوم احنا كورتنا بلغه اخرى تاع عيسى. الله غالب نمشيو نحن القلب يعطينا الفرق العربيه. احنا نجم نقولوا البرازيل هي المغرب هي البرازيل نتاع العرب. واحنا عندنا فخر اليوم اللي المغرب اللي تشرف الكره العربيه. بالعكس انا نزيد نشجعهم اليوم باش يعطيو صوره باهيه كيما الكاب فير البارح مع الارجنتين. معناتها نحكي على الكره الافريقيه زاد كيف المغرب لازمنا نساندوها. هذه الوضعيه اللي صارت لنا كيما قلت لك صاحبي ايران قعدنا كان نهنيو. نحن اليوم ذيك هي اليوم الكره نتاعنا نحن نغزروا للمغرب. الله غالب الجزائر ما كانتش عندها حظ وكانت خرجت. خنقعدوا اليوم المغرب على الاداء اللي قدمته وتستحق تكون في الربع النهائي. الله غالب القرعه جات باش تكون مع الفريق الفرنسي اللي هو الفريق الفرنسي الناس كنت باش يكون هو البطل نتاع كاس العالم هذايا. اليوم المغرب ان شاء الله هو يكون زاد كيف ان شاء الله راهو في النصف النهائي. والله غالب كما قلت اللي يخدم يلقى صح. وهذايا معناتها نبدا منين نكمل مروان قال اللي يخدم يلقى. وهنا معناتها الحقيقه انا ما نشاطرش مختار دبوس في الكلام نتاعو. صحيح الكلنا معناتها تاسفنا والكلنا معناتها تغششنا والكلنا معناتها احزننا للمردود الكارثي نتاع المنتخب نتاعنا في المونديال. لكن المغاربه والمصاروه والجزيريه والكاب فير والسنغال يقعدوا معناتها ديزافريكان ويقعدوا هذوما جيراننا واخواتنا نفرحوا لهم. انا نعطيك دي ستاتيستيك في الدور الثمن النهائي دور 16 يعني ترشحوا 16 فريق 7 من امريكا 7 من اوروبا و2 من المغرب. معناتها اليوم اذا كان 2 من المغرب اليوم نقص 1 من امريكا قدام من القاره الامريكيه قدام المروك كندا. فانا ماذا بيا في الدور نصف النهائي نلقى لي زوج جمعيات على خاطر احنا كتوانسه نفرحوا لاخواتنا. قلت انت قعدنا كان نهنيو صحيح نهنيوهم خاطرهم اخواتنا وخاطر هذاك طبعا احنا التوانسه نفرحوا لجيراننا ونفرحوا لاخواتنا العرب. لكن
اتمنى على المكتب الجامعي هذا انه ما يقفش في حد التهن او ارسال برقيه التهن، اتمنى عليه انه يلقى خارطه الطريق، يلقى معناتها ان بلان نخدموا به. المراركه نرجع لكم للتاريخ، تتذكروش ثم مباراه وقت اللي فوزي البنزرتي يدرب في الفريق المغربي الرجاء ولعبوا كوب دي موند في المغرب فينال مع البيان. لا مش على الفينال. الصوره وقت اللي المطر صبت في التيران يجبدوا في الماء بالركلات. التصويره هذيك حاطينها في ملعب مولاي محمد. علاش؟ على خاطر من التصويره هذيك خدموا على رواحهم، خدموا المنشآت، خدموا الملاعب والبنيه التحتيه، خدموا مراكز التكوين، خدموا على رواحهم. راهو يجي نقول لك رد بالك، راهو الملاعبيه صحيح يلعبوا في اوروبا، اما 80% منهم خرجوا من المغرب. راهو 80% الحارس بونو لعب سينيور في الكيب نتاعو في المروك ولعب فينالات ضد فرق تونسيه. وناحي من الاكاديمي نتاع محمد خامس. دونك هذوما ناس خدموا على رواحهم. نتمنى انه نحن نقلدوهم في العمل، ما فيها باس معناتها. راهو ما ثماش عيب وما ثماش حشمه في انك تاخذ التجربه الناجحه نتاع العباد الناجحين. والله نتفاعل معك